بتاع انمي ينزل المنتدى ده صديقي على حسابه في يوتيوب وعلى حسابه في انستجرام وعلى كل حساباته عموما. المفيد من الرساله ان هو اعتزل محتوى الانمي بس رسميا، مش اليوتيوب، لا محتوى الانمي. واحد من اليوتيوبر اللي دخلنا عالم الانمي بسبب الملخصات الجامده بتاعته جدا اللي بيحط فيها اداء خرافي جدا. طيب ايه السبب وايه اللي مخلي ابو شاعر اللي هو بتاع انمي انه يعتزل المحتوى؟ بص يا صديقي، ابو شاعر زي بتاع انمي زي ما انت عارفه يعني على يوتيوب وكده، هو اصلا مهندس، يعني هو مهندس وخاطب، فاكيد مشاغل الحياه كتير. والله تتبادر إلى ذهني من حين لآخر أن أترك هذا المجال إلى الأبد. صوت في داخلي يقول كفاية كفاية لحد هنا يا صاحبي. وطبعا السبب زي ما أنتم عارفين مشاغل الحياة والدنيا وهكذا يعني. ومحتوى زي محتوى الانمي بيتطلب شغل جامد جدا حتى لو معاك فريق. يقول لك اسال مجرب وما تسالش دكتور. وانا كان عندي قناه يوم ما تابعت بتاع انمي من 3 او 4 سنين حاليا، تقدر تقول يا صديقي من 2021 اول مره تابعت بتاع انمي. وقتها صديقي كان منزل ملخص هجوم العمالقه كامل، وكان لسه نازل حرفيا يعني الملخص دوت. كنت وقتها في ثالثه اعدادي وبتفرج عليه وانا رايح الامتحان حرفيا. كان وقتها صديقي عندي قناه 15,000 مشترك، ولكن للاسف اتقفل. بعد بقى صديقي ما اتفرجت على هجوم العمالقه عجبني حوار الانمي ده وكده، وبدات ابحث. واول انمي دخلته في عالم الانمي برضه كان ديس نوت، واحد من الانميات اللي عجبني فشخ. بص هو ده يعتبر الانمي اللي خلاني اشوف انميات تانية وخلاني ازهق بسرعه من الانميات بسبب العظمه بتاعته. يعني لو بتسال بقى على قناتي اللي اتقفلت ليه، فاقول لك يا صديقي ان في 2021 انا بدات يوتيوب، 2022 وصلت 10,000 مشترك، بعدها بسنه يعني 2023 كنت تميت ال 15,000 مشترك، وكنت عامل مشاهدات خزعبليه حرفيا. كنت بعمل ملخصات كرتون الاول، ولما لقيت الانمي وكده وبتاع انمي بدات اعمل ملخصات انمي برضه في 2022 او 23 يا صديقي. زي ما بقول لك كان بدا يحصل بقى ايه اللي بيحصل لاخواتنا دلوقتي يا صديقي، وطلعت اتكلمت عن الموضوع في فيديو واحد بس. ثاني يوم قمت لقيت قناتي مقفوله. من وقتها إلى وقتنا هذا صديقي حاولت كذا محاولة ولكن فشلت، وبسبب إن الشغف راح مني جامد جدا. إذا اعتزل بتاع انمي جالك أدهم وهيعوضك بإذن الله عن بتاع انمي. أي نعم مش هكون في نفس المستوى ونفس الأداء، ولكن احنا حوارتنا وفايدتنا والحتة اللي هنبقى متميزين بيها وهي تنوع المحتوى. كنت نجرب محتوى جديد زي ملخصات الأفلام، ولكن كما يشتهي القلب يا صديقي هو عايز انمي يعني انمي، ولفت اللفه ورجعت تاني لنفس المحتوى. ولكن هيكون تنوع المحتوى في محتوى الانمي، مش محتويات مختلفه، لا هيبقى تنوع محتوى في الانمي. فانتظر كل جديد واشوفك في فيديو جديد. سلام.